ما تيجوا يا بنات نعمل كريب اقتصادي وحلو وخفيف وطري وجميل بالطريقة دي طبعا كريباية صغنطوطة جدا احنا كنا عاملينها الخوخ. بس يلا بينا كده بقى نشوف الكريباية بتاعتنا الكبيرة اللي مقاسها 36، يعني اكبر كريباية ممكن تعمليها. طبعا الكريباية بتطلع كده كبيرة على حسب مقاس الطاسة بتاعتك بتاعت الكريب. في كمان طاسات بتبقى اكبر من كده، بس هي مقاس الطاسة 36 ده بيبقى مقاس حلو جدا. عملنا من كيلو دقيق ب18 جنيه، عملنا اكتر من كيلو ونص من الكريب. حاجة البيت يا بنات مفيش لا اوفر ولا احلى ولا اطعم منها كمان، وبتبقي كمان عارفة انت عاملاها ازاي، ما بياخدش معانا وقت خالص، اقتصادي وجميل، وعرفنا قد ايه نطلعه بالطراوه دي بمقادير بسيطه جدا، ومن غير بيض ومن غير لبن ومن غير زبده. حاجه كده هو طريه خالص، ميه في ايدينا يا بنات. يلا بينا بقى عشان نخش نشوف مقاديرنا قد ايه سهله وبسيطه. اول حاجه نحط معانا الخلاط بتاعنا، هننزل عليه بنص رتل من الميه. اهم حاجه تكون الميه بتاعتنا دافيه، علشان خاطر الميه الدافيه بتاعتنا هتساعد على طراوه الدقيق بتاعنا، على طراوه الكريب بتاعنا. الدقيق بتاعنا مش شرط يكون ليه استخدامات معينه، يعني عادي دقيق عادي خالص 72% جميع الاستخدامات. هننزل كمان ب5 معالق من السكر ورشه كده بسيطه من الملح. هنبتدي بقى ان احنا نشغل الخلاط عشان ندوب السكر مع ملح. اثناء بقى واحنا مشغلين الخلاط هننزل بالدقيق بتاعنا معلقه معلقه، يعني هننزل بيه تدريجيا. طب ليه احنا بنعمل الخطوه دي؟ علشان خاطر اضمن الدقيق بتاعي ما يكلكعش من الجناب، واضطر بقى ان انا افصل الخلاط وانزل بالسباتشولا علشان خاطر انزل الخلاط واسلك بقى الدقيق من الخلاط والدنيا دي كلها. شايفين يا بنات ده مش كريب، ده كريمه لباني، حاجه كده هو فاخر من الاخر. هنزل كمان ب3 معالق من الزيت ومعلقه واحده بس من السمنه، مش شرط خالص تكون السمنه سايحه، كده كده هتتضرب معانا في قلب الخلاط. انا نوعت عملت اول نص وبعد كده عملت نص تاني، انا عملت كيلو الدقيق كله. هنا بقى الطاسه بتاعتنا سخنه جدا، هنزل عليها بكبشتين من عجينه الكريب. اهم حاجه واحنا بعد ما ننزل يبقى عندي كده سرعه بديهه ان انت تلف الطاسه بتاعتك على طول، بحيث ان الكريب بتاعك يبقى يساوي الطاسه في ثواني، لان هو ما بياخدش وقت. اول ما اخد لون من الوش دوت هنبتدي ان احنا نقلبه. هنا هو كان عندي بقيه الكريب في قلب الخلاط بتاعنا، اول ما فضى معايا مكان رحت حاطاه. انا طبعا كنت عامله واحده تيست في الاول وبعد كده كنت نزلت بالتانيه، دي كانت تالت كريبه معانا. شايفين اول ما بنزل العجينه بحرك الطاسه على طول بسرعه، وبعد كده ما بتاخدش معايا وقت خالص، واول ما احس انها اتسلكت معايا من الجناب بروح قلبه الكريبايه على طول. هي ساعات بنتلسوع ساعات بنتحروق، بس صدقوني بيطلع تحفه يا بنات. زي ما انتم شايفين طري طري وجميل، بدون زبدة بدون بيض بدون لبن، اقتصادي جدا. جربوه ومش هتبطلوا تعملوه لانكم فعلا هتحبوه.